مساء الخير، كيفكم؟ اليوم رح اوريكم كيف نعمل خليط التنبورة، ومنه رح اعمل ديناميت شريمب ان شاء الله. طيب، اول حاجة لازم نتفق انه في الشريمب تنبورة لازم يكون الجمبري جامبو. انا ما توفر عندي، فجبت الحجم الوسط لأن الوصفة دي انطلبت مني مرة كتير، ولأني طالعة إن شاء الله إجازة، فكنت حابة قبل الإجازة أنفذ أكتر وصفات مطلوبة مني. فجبت الوسط وقلت المهم اني اعلمكم التكنيك واعلمكم كيف تتعاملوا مع الجمبرية نفسها عشان قبل نحطها في خليط التنبورة يعني. اول خطوة حنمسك الجمبري حنشيل منه القشر، بس حنحتفظ بالديل الجزء هذا، وطبعا نشيل كيس الرمل. بعد كده حنقلب الجمبري بهذه الطريقة، نجيب سكينة حادة ونعمل 3 خطوط هنا، 1 2 زي كده. شوفوا خلاص انا عملت لها الفتحات كده بالخط المايل زي ما انتم شايفين كده، 1 2 3 واكتر على حسب طبعا الجمبري كل ما كان كبير. وخلاص لما نقلبها بحيث لما نقلبها كده تكون ثابتة يعني مظبوطة واقفة، فهي هذه الطريقة. بس نمسك الجمبري كده، هنجيب السكينة 1 2 كده. خلاص نظفت الجمبري صار جاهز. دحين رح اوريكم كيف انا اعمل خليط التنبورة. انا اعمله احتاج له موية غازية، ملح وفلفل اسود، بياض بيضة ودقيق. طبعا بس قبل ما احطه في خليط التنبورة اول حاجة احطه فيه نشا وبعدين انقله لخليط التنبورة. كده صار عندي خليط التنبورة جاهز، عملت كل المكونات اللي قلت لكم عليها. انا حابة استخدم الموية الغازية تخليه هش وتعطيله كده النفشة الحلوة اللي لما عملت معاكم السوشي استخدمت الشريمب تنبورة الجاهز. لو تبغوا يطلع زي الجاهز في بقسماط ياباني اسمه بينكو، تلاقوه في البقالات الآسيوية غالبا. هو اللي يعطي الطبقة الكريسبي زي اللي شفتوها يوم عملت. خلاص راح امسك الجمبري من الطرف اللي احنا ما نضفناه ونحطه في النشا اول، وبعدين نحطه في خليط التنبورة يكون تقريبا زي تقل البانكيك كده. طبعا حاولوا من انتوا بتشتغلوا يكون الزيت ساخن عشان على طول بمجرد ما يجهز الخليط تعملوا الجمبري وتقلوه على طول. بعد ما نحط الجمبري في خليط التنبورة على طول على الزيت، ونحاول في البداية نكون ماسكين الطرف عشان يثبت على الوضع اللي احنا نبغاه. كده يكون عندنا شريب تنبورة. طبعا هذه الطريقة ما تتبعوها في الشريمب اللي نعمل منه الديناميت. ليه؟ هقول لكم. تشريح الجمبري في الديناميت شريمب ما يحتاج ان كده يكون حبة الجمبري تكون ثابتة او واقفة، عادي تكون معكوفة يعني. انا ما استخدم بقسماط البينكو لانه انا بالنسبه لي ما احتاج. انا اشوف انه كده النتيجه مره ممتازه بالمويه الغازيه، هي السبب في النفشه اللي انتم شايفينها. هعمل بجزء من التنبورة سوشي، بعدين حرجع اعمل معاكم وصفة الديناميت شريمب. يعني خلاص احنا عرفنا الجمبري كيف يتسوى، باقي بس الصوص. زي ما قلت لكم اول، بعد ما نسلق رز السوشي نضيف له ملح وسكر ومويه وخل الارز. هنفرد ورق النوري، بعد كده نجيب الرولينج مات نغلفه بنايلون، وبعدين نحط عليه ورق السوشي تكون الناحية الناعمة على جهة الرولينج مات والخشنة على فوق. بالنسبة لصوص الديناميت شريمب مرة سهل، عبارة عن 3 مكونات بس: مايونيز وتشيلي صوص وسيراتشا صوص. هذه هي مكونات الصوص الأصلي، وأي حاجة تانية تعتبر تخليفية. يعني في ناس يحطوا صوص الفرنسي. بعض الشيفs في المطاعم يضيفوا لهذه ال3 الحاجات 1 ملعقة صغيرة بينات بتر. بس أنا عن نفسي أحب بس هدول ال3. كده خلاص صار الصوص عندي جاهز. تقدروا تتحكموا في النسب حسب ما تذوقوا كل مرة، وتشوفوا ايش تبوا تزودوا ايش تبوا تنقصوا زي كده. بمجرد ما احط الشريمب في خليط التنبورة واقليه مباشرة احطه في هذا الصوص، بعد كده اقدمه. واول ما خرج الجمبري من القلي من الزيت على طول حطيته في الصوص. دحين هغلفه مرة مظبوط بالصوص واحطه اقدمه يعني. كده نقدم الديناميت في كاسات قزاز لها قاعدة الأفضل يعني على مفرش من الخس.
آخر حاجة اليوم رح أعمل معاكم وصفة مرة سريعة ومرة لذيذة، هي سلطة الكراب والأفوكادو، كمان هحط لها كافيار. رح نحتاج لكراب ستيك وكافيار وأفوكادو، هنا عندي جزر وخيار وخس وكرنب ملفوف أحمر وبصل أبيض، كلها تكون مقطعة جوليان، والصوص نفس صوص السوشي والديناميت بس زيادة عليه هنحط سمسم، زيت سمسم محمص وبس. كمان الأفوكادو والكراب نقطعهم بنفس الطريقة زي كده، الكراب يتقطع. الحين هخلطهم مع بعض وحتصير جاهزة. كده السلطة جاهزة، على الوجه حطيت نوعين كافيار، وهذه أطباق اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم، حاجات سريعة وكلها لها علاقة ببعض.